السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ثالث يوم رمضان. آية النهاردة في تدبر آية قول الله تبارك وتعالى في الجزء الثالث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أمر هداية قلبك مش بشطارة منك ولا بذكاء ولا بفهلوة. أمر هداية قلبك أمر رباني بتاع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده انت محتاج ان انت تدعي ربنا دايما بالدعاء ده، ان انت يا رب ما تخليش قلبي يزيغ او يبعد عن الطريق الصح. امر هداية قلبك ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. نعرف شباب كتير عارفين الصح من الغلط، عارفين الصح وعارفين الطريق الصح، بس للأسف مش قادرين يروحوا له، مش عارفين يروحوا له. ربنا ما وفقهوش لهذا الأمر. عشان كده العلماء بيقولوا ان الهداية نوعين: هداية معرفة ان انت تعرف الطريق الصح، والهداية التانية هي هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يوفقك انك تعمل الصح ده. ادعي ربنا بالدعاء دوت وخليه في سجودك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما ربنا يمن عليك بالهداية احمد ربنا على ذلك، ان دي نعمة كبيرة من ربنا. اشوفكم بالخير بكرة ان شاء الله مع تدبر آية.